تيجي معايا نعرف قصة الراجل اللي قتل الجن بالغلط، أو زي ما تقول كده إن هو ما كانش يعرف إن هو جني أصلا. كان في راجل ساكن مع مجموعة من أصدقائه في سكن واحد، وكان في قطتين كل يوم بييجوا ياخدوا بعض الطعام من المطبخ بتاعهم. وفي مرة من المرات كان راجل بيطبخ في المطبخ عادي، لقى القطتين داخلين عليه وكان معتاد عايزين ياخدوا بعض الطعام، وقرروا إن هما ياخدوا قطعة من اللحم اللي هو كان بيعملها للعشاء، وحاول إن هو يبعدهم ويلاحقهم. فهربت قطة والتانية كانت لسه واقفة عمالة تتخانق معاه أكنها بتقتله على حتة اللحمة، فالراجل ضربها بحاجة تقيلة على دماغها. القطة ماتت فورا، وبعد فترة قصيرة من الحادث ده رن جرس الباب، وكان واقف قدامه اتنين من رجال الشرطة. واحد فيهم بيسأله عن الراجل ده. الراجل استغرب، راجل مين؟ ولما خرج معاهم طلب منه رجال الشرطة إن هو يروح معاهم القسم عشان ياخدوا بعض الإجراءات. الراجل بيقول أنا ركبت معاهم العربية عادي، ولما رحنا المكان اللي هم موديني فيه لقيت حاجة غريبة جدا، مكان معرفوش وناس كتيرة واقفة أكنه شعب كبير وأصواتهم عالية جدا، ولقيت راجل ليه هيبة كده واقف قدامهم أكنه قاضي أو شيخ القبيلة، حاجة زي كده. ولما سألها إيه اللي حصل القطة ابتدت تحكي القصة كلها بكل أمانة وصدق. فقال الشيخ أكيد الراجل ده على غلط، ولكن لولا شهادة القطة كان زمانك مروحتش بيتك النهاردة. ولكن في ناس موجودة مش راضية عن الحكم ده وهم غضبانين جدا. ولما الصوت عالي والغضب اشتد، شيخ القبيلة قال لهم بغضب إن ابنكم هو اللي جنى على نفسه. وبيقول الراجل إنه لما رجع البيت بطريقة غريبة وغامضة اكتشف إن أصحابه في السكن فضلوا يدوروا عليه لمدة 3 أيام في أقسام الشرطة وفي كل حتة عشان يعرفوا هو فين، لكن الراجل مش فاهم إزاي ده هو ما عادش غير ساعتين 3 بس. طبعا كلنا عرفنا الراجل ده كان فين وايه اللي حصل معاه وهو قتل مين، بس الراجل لحد دلوقتي مش فاهم ايه اللي حصل. والقصة دي للأسف حقيقية 100%، راجل بيحكيها ومش عارف لحد النهاردة ايه اللي حصل معاه.